صباح الفل. النهارده بالليل في دور الملحق المؤهل لدور ال 16 في التشامبيون ليج بالليل. طبعا كل اللي بيحب التشامبيون ليج بيبقى مستني المطوشه دي كلها. وطبعا اهم ماتش النهارده بالليل السيتي والريال. السيتي والريال بقى خلاص بقى بنسبه كبيره ماتش محفوظ في كل تشامبيون ليج في كل سنه بقى له فتره. السيتي والريال السنه اللي فاتت واللي قبليها واللي قبليها والسنه دي في دور الملحق. يعني واحد فيهم مش هيوصل لدور ال 16. المرة دي بقى مش هتبقى ذا ماستر اوف تحليل، المرة دي هنحاول نخليها ذا ماستر اوف توقعات شوية. الفرقتين بيمروا بفترة منيلة بستين نيلة. لا السيتي عدل ولا الريال عدل. الريال تقريبا هيخش ماتش النهارده من غير خط دفاعه كله. مفيش خط دفاع النهارده في الريال. لا روديجر، ألابا، ميليتاو، وكارباخال، وفاسكيز. هيبدأ أكيد بأسينسيو، وهيبدأ أكيد جنبه تشاوميني، وده كارثة لوحدها. نص ملعب الريال كامل وهجوم الريال كامل، ودي نقطة القوة فعليا في الريال. طبعا الناحية التانية بقى لا هجوم ولا نص ولا دفاع ولا نيلة، وعلى السيتي عمال يشيل سكورات وحاجة منيلة بستين نيلة. الماتش الأولاني هيتلعب في استاد الاتحاد. لا ماستر أوف توقعات، لا هو الريال اللي هيعدي بنسبة كبيرة. ليه؟ انت الماتش ده طالما الفرقتين مش في المود، فانت المفروض بتلعب على الفروق الفرديه. الفروق الفرديه احنا لو هنتكلم فيها هي طبعا للسيتي 100%، للريال 100%. سيتي مين؟ الفروق الفرديه هتبقى للريال 100%. طبعا خط الهجوم فينيسيوس، امبابي، رودريجو خلصانه. بص، هو الريال هيكسب في الماتش الاول، يعني السيتي هيكسب في الماتش الاولاني بتاع استاد الاتحاد، لكن في العوده هناك في البرنابيو الموضوع هيبقى صعب قوي قوي. انت مش متخيل الموضوع هيبقى في المرنبيه عامل ازاي، خصوصا مثلا لو السيتي فارق جون بتاع ده. لو حصل ده لو حصل طيب مرموش النهارده هيلعب؟ ما اظنش. النهارده هيقول لك لا انا هلعب بالحرس القديم، هبدا دي بروين، برناردو، وراهم كوفازيتش، خصوصا هما دول موجودين في خط النص. فهو هيبدا بدول اكيد. هيبقى كوفازيتش قدامه برناردو ودي بروين، شمالهم سافينيو، ويمينهم فودن، وهالاند قدام. لكن ان مرموش هيبدا الماتش ده، لا ما اظنش. هيبقى ليه دور زي ما قلت لك. المره دي هتبقى مستر اوف توقعات. لا انا على ما اظن مش السيتي اللي هيصعد، على ما اظن مجموع الماتشين اللي هيصعد بيهم الريال. بس في طبعا نسبه، اكيد بالنسبه عايز السيتي يكسب، بس ما اظنش ان ده هيحصل. بس انا عندي توقع تاني، وهتقول ماستر اوف توقعات قالها. مرموش لو نزل في اي فتره من الماتش النهارده، الهدف الاول للسيتي مع مرموش، الهدف الاول مرموش مع السيتي هيبقى في ريال مدريد. انا شوف قلتها قبل الماتش اهو، وفي الحلقه اللي بعد الماتش هقول لك مرموش جاب جون النهارده، بس ده لو لعب. أم... انا ما اعرفش ازاي روبن دياش وخوسانوف واكانخي هيوقفوا مبابي وفينيسيوس. اسلام ما كانش بيقدروا على فينيسيوس لوحده، هيوقفوا مبابي وفينيسيوس ورودريجو الفم حاجه. خصوصا كمان بقى انت قبل كده كنت بتعرفش توقفهم وانت في مستواك، وانت في مستوى حلو. لا انت دلوقتي في مستوى مش حلو. انت دلوقتي السيتي كله فعلا واقع. هتعرف بقى توقف الثلاثه دول مع بعض؟ هنشوف بالليل. انا عن نفسي اتمنى. الريال عمره ما هيبقى اوحش من كده، بس السيتي وحش قوي. هنحاول برضو بالليل بعد الماتش اجيب لكم بقيه النتائج اللي هتبقى موجوده، لان في متوشه كتير حلوه قوي قوي قوي. المتوشه بتاعت بالليل هي كلها النهارده هعرضها لكم. بس على ما اظن ان مفيش اي حد هيتفرج على الماتشات التانية وهيسيب السيتي والريال، يعني حتى المشجعين الفرق التانية هيتفرجوا على السيتي والريال، لان كله عايز يشوف ايه اللي هيحصل. زي ما قلت في الحلقه اللي فاتت، هو عيان وميت،
بس برضو ما زالوا السيتي والريال. الميزه بقى في ايه؟ الميزه ان اللي هيصعد من الماتشين دول هيفوق فوقه وحشه قوي، وهيزعل الباقي قوي. يعني اللي هيبتدي يطلع من الماتش ده ويفوق، خلي بالك ان الريال ما زال متصدر الدوري، السيتي بعيد، والدوري تقريبا بنسبه 90% خلص ليفربول. بس اللي هيخلص الماتش ده هتلاقي فوقان تاني خالص خالص. الفرقه هتبتدي تفوق اذا كانت هنا او هنا. ولو الريال اللي كسب السيتي فبرضه التشامبيونز السنه دي هتبقى في الريال. برشلونه رهيبه، الليفر رهيبه، ومحدش هيقدر يوقف الريال لو كسب السيتي غير هيبقى برشلونه، خصوصا انه كله في السكه واحده. يعني انت عندك المفروض لو السيتي او الريال كسبوا، الماتش اللي جاي هيبقى اتلتيكو مدريد بنسبه كبيره، ونص النهائي هيبقى برشلونه او الليفر. هنشوف مع بعض. لو عجبتكم حلقات ماستر اوف توقعات دي قولوا لي نحاول نعملها تاني، ولو التوقع مشي انا هبقى زعلان. بس لو السيتي كسب هعمل جيف اواي. شوفوا انتوا بقى عايزين الجيف اواي على ايه. كان معاكم حسام حسن المره دي من ذا ماستر اوف توقعات. سلام.